حمدتي قال انا ما بطلع من الخرطوم. انت الكلام ده بتتكلم مع منو؟ احنا ما قدرنا نوريك كتاب يا حمدتي انه الوضع يتغير والمشهد يتغير، انه الحركه الشعبيه اللي بدات تتحرك الان دي والمقاومه الشعبيه المسلحه دي، القرار بقى ما صاحبه البرهان ولا صاحبه حمدوك. انت هسي اقصى حاجه ممكن تعملها الحريه والتغيير عشان تضرب المقاومه حقتنا شنو؟ انه ظهروا حمدتي. هو الليله ظهر وامبارح ظهر، حصل شنو؟ ولا حاجه، غير انه زادت الحركه الوطنيه وزادت المقاومه، ما عملت حاجه. وغير انها سحبت صلاحيات القوات المسلحه، ما عملت حاجه. والدليل انه هسه برهان ما مكربن، ما طلع له بيان ولا قال حاجه، ما عارف يقول شنو. يا ربي اقول كده الشعب حيعمل لي شنو؟ اي كلمه يقولها زول هي وقود المعركه، اي كلمه يقولها زول هي الشراره، كل زول مخندق. البرهان مطلع هسه ممكن يسيب لي حميتي ويسيب لحمدوك، احنا حنقول دي الشراره، نبل البرهان اول حاجه. اي زول مخندق، الجيش مخندق والبرهان مخندق، وزير الدفاع مخندق، خارجيه مخندق، كله مخندق. الناس دي واصله حدها هنا. اذا حميتي بيطلع بيقول لنا في بيوتنا انا ما بطلع، طيب وبعدين الناس بدات تزيد حركه اذا ظهر توقيع فالناس حتبدا تبيع املاكها بابخس الاثمن. هل القوات بتاعت الدعم السريع حتكون قاعده في البيوت ولا حيجيبوا ناس يقعدوا؟ فهي دي الخطه هنا، انه نجيبوا ناس يقعدوا في البيوت دي، مش يقعدوا هم، يجيبوا لهم ناس يستوردون يسكنون في بيوتنا، يبقى احتلال ديموغرافي تكتمل الخطه. الامارات ما قاعده وطياراتها قاعده، بيجيبوا الناس في بيوتنا. هل في زول عاقل في الدنيا حيقبل كلام زي ده؟ حميتي اذا اصر انه يقعد في بيوتنا، احنا دايرين انه ذاته يقعد في بيوتنا. ما احنا الحركه الشعبيه المسلحه والمقاومه المسلحه دي فيها حاجتين، ما احنا ذاته ناس واضحين، ما عندنا شيء بندسه. فيها شغل بتاع ولايات خاليه من الدعم السريع زي ما انتوا هسه شايفينهم. الحركه الاسبوع ده كله في كسله ما فيها دعم سريع، ظهرت الالاف في نهر النيل ما فيها دعم سريع. بعديها اللي هو من الجمعه الجايه وانت جاي وانت ماشي، حتظهر الحركه دي المقاومه المسلحه في مناطق تواجد الدعم السريع. حميت تخليه يقعد في جده ويقعد في اديس، ما عندنا مشكله.